متى يقوم قائمكم؟ يا أبا الجارود، لا تدركونه أهل زمانه ولن تدرك أهل زمانه. يقوم قائمنا بالحق بعد إياس من الشيعة، يدعو الناس 3 فلا يجيبه أحد، فإذا كان اليوم الرابع تعلق بأستار الكعبة فقال: يا رب انصرني، ودعوته لا تسقط، فيقول تبارك وتعالى للملائكة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر: ولم يحطوا سروجهم ولم يضعوا أسلحتهم فيبايعونه، ثم يبايعه من الناس 313 رجلا، ثم يسير إلى المدينة، فيسير الناس حتى يرضى الله عز وجل، فيقتل 1500 قرشيا ليس فيهم إلا فرخ زانية، ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض، ثم يخرج الأزرق وزريق غضين طريين يكلمهما فيجيبانه، فيرتاب عند ذلك المبطلون فيقولون: يكلم الموتى، فيقتل منهم 500 مرتاب في جوف المسجد، ثم يحرقهما بالحطب الذي جمعاه ليحرقا به عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وذلك الحطب عندنا نتوارثه، ويهدم قصر المدينة، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية، شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم، وعمهم النفاق، وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية 2 من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله، ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل. وما يدريه جعلت فداك متى يرضى الله عز وجل. يا أبا الجارود، إن الله أوحى إلى أم موسى وهو خير من أم موسى، وأوحى الله إلى النحل وهو خير من النحل، إن القائم عليه السلام ليملك 309 سنين كما لبث أصحاب الكهف في كهفهم، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ويفتح الله عليه شرق الأرض وغربها، يقتل الناس حتى لا يرى إلا دين محمد صلى الله عليه وآله، يسير بسيرة سليمان بن داود عليهما السلام، يدعو الشمس والقمر فيجيبانه، وتطوى له الأرض فيوحي الله إليه فيعمل بأمر الله،